اهلا بكم معانا تقرير جديد من جوه الحدث. لما نيجي نتكلم النهارده خطه من المحافظه بتنفذها الوحدات المحليه في جميع قرى ومدن وكفور وعزب المنوفيه، على ان بيكون في كل مكان منطقه كده تبع املاك الدوله او تبع الصرف بيعملوا فيها سوق حضاري. ايه السوق الحضاري ده؟ قال لك هنعمل سوق حضاري بدل ما الناس بتقعد في الشوارع او الباعة الجائلين يجوا في المكان ده، يبقى سوق او منطقة خاصة بان دي ارض السوق، ويبقى المكان ده معروف، افرش براحتك، مفيش اشغالات، الشوارع العمومية جميلة ونظيفة. ده الهدف من اجل انشاء هذه الاسواق. النهارده لما اجد في منطقة كفر الشبع تابعة لمركز الشهداء محافظة المنوفية، زي ما حضراتكم شايفين كده في التقرير، المشهد ده اتعمل ليه؟ لما سايبين المكان ده كده مهجور وفيه فيش كهرباء زي ما حضراتكم شايفين كده، واولاد بيلعبوا وعربيات بتتركب في المكان ده، ولو واحد جاي مشواره جايب معاه حصان ولا جاب عربيه بحصان اركب في المكان ده. اصبح السوق النهارده بقى عباره عن موقف، عن لو فيه ولد ماشي هو وبنت وعايزين يدردشوا شويه في اي مكان يقعدوا في المكان ده يدردشوا فيه، ولد معاه حاجه وعايز يعمل دماغ يخش في المكان ده يتدارى يعمل دماغ في المكان ده. يعني اصبح السبب الرئيسي اللي اتعمل من اجله السوق ده لم ينفذ حتى وقتنا هذا. النهارده الكلام ده مش على حسب هذه البلده لوحدها، لا، الكلام ده موجود في اكتر من مكان. السوق شبه ان مهجور. طب احنا حضراتكم صرفنا الاموال دي كلها على الاسواق دي ليه؟ عشان نسيبها مهجوره؟ عشان نسيبها تلحق اي حد عايز يخلص مصلحه ليه او لغيره في المكان ده؟ ما انا شايف مكان مهجور يبقى مكان مأوى لكل بلطجي، لكل حرامي، لكل واحد بتاع بنكو، للي بيشرب حاجه، للي بيشم حاجه، للي عايز يفعل منكر. الكلام ده اصبح النهارده انا بعمل مأوى للولاد اللي هم الاولاد الضاله اللي ماشيين كده ولا فرق معاهم اي حاجه. انا النهارده بناشد المحترم جدا الاستاذ وليد رئيس مركز ومدينه الشهداء. نعلم يا فندم حضرتك شخصيه نشيطه جدا واتعاملنا معاك من قبل برئاسه مدينه منوف. بتمنى من حضرتك رد فعل لهذا الامر، لان السوق بكفر الشبع اصبح مأوى لاي حاجه منافيه للاداب العامه وحسن الطريق. ما بقاش السوق ده ما اتعملش من اجل المسمى المحترم اللي احنا بنينا او عملنا الحاجات ده من اجله، لا، ده اتعمل دلوقتي وبقى مهجور لاي حاجه ما يصح. النهارده دايما بيقول لك امام اي منشاه تعليميه اي مكان بيكون معدي من امامها ترعى، الحاجات دي بتتبربخ وتتغطى. اجد في امتداد السوق بكفر الشبع الترعه ماشيه وقدام منها باب المدرسه وسور المدرسه موازي للترعه. يعني سنويا بيحصل كوارث في المكان ده. انا بناشد المسؤول وببدأ بالمحترم جدا رئيس مركز ومدينة الشهداء وليد بيك، يا فندم الموضوع ده يتحط في خطة معاليكم للعام ده علشان نخاطب الري والطرق عشان المكان ده يتبربخ، لأن دي مدرسة والولاد بيطلعوا من المدرسة مفيش الا كوبري كده بيعدي منه، وبيحصل سنويا حالات غرق لأبنائنا في هذه البلدة. أتمنى ما كنتش أطلت على حضراتكم بالتقرير ده،
ولنا في القادم تقرير مصور من أرض الواقع، إما بالنتائج اللي احنا بنتمناها أو بنتائج أخرى إن الحال على ما هو عليه. ده كان تقرير بالأصول بنوجهه لأهالينا والسادة القيادات أهل الأصول. كل التحية وكل التقدير لحضراتكم.